والعيالات علاش كتهزوها من الصعاب؟ غير قولي لي علاش كتمشي تقلبي على شي حاجه اللي هي معكسه. راه نمشي ندير القناه، عرفتي متى غتطلع لك هاد القناه؟ راه حكا قولوا لي كيفاش ندير البيطه، كيفاش نطلع الكونت، كيفاش نولي نتخلص. علاش ما تقلبيش على طريقه اسهل باش تخلصي من دارك وبالحلال، بلا ما توري عائلتك، بلا ما توري حياتك، بلا ما توري حتى شي حاجه. الشركه ديال فيرونا فتحت المقر ديالها في المغرب سنه 2016، كتقلب على عيالات بحال كمدام عيالات طموحات، العيالات اللي باغيين يديروا الفلوس، العيالات اللي متضرات، ولكن ما شرطت عليك حتى شي شروط. ما قالت لك جيبي لي فلوس تسجيل كما كيقولوا بعض الشركات. وانا كنتعجب لهادو اللي كيمشيو وكيحطوا 5000 درهم وكيتسجلوا في شركه. هذيك الشركه راه ماشي كتكذب، الشركه اللي كتسجلك ب 5000 درهم ماشي كتكذب، ولكن هي حطات واحد البيدجي، خصك تحطيه انت. واش انت مؤهله انك غترجعي دوك الفلوس؟ واش انت ثقه في راسك؟ راه الا بغيت نحط 5000 درهم ونتشارك في شركه راه خصني نتاكد واش انا غادي نرجع ديك 5000. راكم غالطين. راه فاش كنتسجل ب 5000 اولا 7000 درهم في شركه معينه راه خصني نعرف بانني واش غادي نلقى ناس اللي غادي تعطي ديك 5000 درهم حتى هي باش نربح. راه ماشي غتنوضي وغتربحي هكاك تعطي 5000 وغترجعيها. راكم غالطين. والطماع تيقضي عليه الكذاب. شي طماع شكون اللي تيقضي عليه؟ الكذاب. راه خصكم تعرفوا بان الشركات الا تسجلتي بالفلوس خصك انت باش تربحي وترجعي راس مالك خصك تجيبي ناس اللي كيتسجلوا بالفلوس. اذا شركه فيرونا كتقول لك اجي تسجلي فابور وجيبي حتى ناس ديالك كيتسجلوا فابور. وحتى لما طلعتيش وما نجحتيش ما تقوليش يا مهم تمشاو ليا فلوسي. حتى لما طلعتيش وما وافقكش الحظ صافي كتقولي انا مثلا جيت واحد النهار تسجلت فابور ما خدمتش ما درتش مجهود مشيت في حالي السلام عليكم. شحال من وحده كتجي كتسجل معنا كتنجح كدير صالير راه باقيين معنا، وشحال من وحده كتجي كتسجل ما كتخدمش وما كتربح والو كتمشي في حالها. عادي جدا. راه حنايا بحال كاينين في واحد الامتحان ديال البكالوريا، شي ساقط شي ناجح. الا خدمتي غتنجحي، ما خدمتيش راه غادي تسقطي. اذا علاش كتقلبوا على شي حاجه اللي هي صعيبه؟ اجي خدمي في شركه فيرونا، راه تسجيل فابور، عمري بسطامك، كوني مقاوله ذاتيه ديال راسك، كوني مرا حره، كوني مرا اللي بدات من الصفر بحالي وبحال بزاف ديال الاخوات وحققوا الاستقلال المادي ديالهم واليوم كيتخلصوا من ديورهم وسط وليداتهم. الا مرضوا ولادك راه كتجلسي معاهم، الا كيحفظوا ولادك راه كتجلسي معاهم، الا بغيتي تسافري ما كاينش اللي يقول لك جيبي لي شي حاجه، الا مات لك شي حد في العائله ما كاينش لا يقول لك جيبي لي شهاده الوفاه، الا مرض لك شي واحد من العائله ما كاينش لا يقول لك جيبي لي الجيستيفيكاسيون بان شي واحد مريض. اذا انت حره، سيري فين ما بغيتي، خدمي في الكار، خدمي في التران، خدمي في البحر، خدمي في لابيسين، خدمي في الجرده، خدمي فين ما كنتي غادي تخدمي. انت جالسه في العرس وخدامه، انت جالسه فين ما كنتي جالسه وانت خدامه. اذا اش كتسناو؟ واش كتلاحظوا بان هذا التسويق الشبكي راه نعمه من عند سيد ربي؟ غادي تنوض شي وحده فاهمه وغتقول لي انت غا كتكذبي. خليني انا نكذب. انا مرا مزوجه بولادي، لقيت الاستفاده في الخدمه، انا كندير فيديوهات باش ندخل الناس صافي. لو كان ما لقيتش الاستفاده كون مشيت نتكمش. مالي انايا كاع ساخطين عليا والديا نوض كل نهار نبدا ندير فيديو على سعد الشركه. انا الشركه ما كتعطيني والو، الشركه راه موفره ليا فرصه عمل كنخدم معاهم، كنجيب لهم واحد المصاريف كيعطيوني المصاريف ديالي. السلام